ايه ده يا آسر؟ دي كانت سهلة. واضح انك مش مركز النهاردة. يا عم ركز بقى شوية. انت محتاج تقعد احتياطي شوية ولا ايه؟ خلاص بقى! انتوا فاكرين نفسكوا احسن مني؟ ابقوا العبوا لوحدكم بقى. ليه العصبية دي كلها يا آسر؟ متضايق. انا متضايق قوي منهم ومش عايز العب معاهم تاني. بص يا آسر، الغضب ساعات بيبقى زي النار، لو سبته يكبر ممكن يحرقك قبل أي حد تاني. الغضب أحياناً ما بيجيش فجأة، بيتكون أحياناً من كلمة أو تعليق أو إحساس إن حد قلل منك، ولما يتجمع بتنفجر فجأة. انا حسيت انهم بيضحكوا عليا. أنا معاك إن ده إحساس صعب، لكن لما الغضب يتكلم بدلنا هنقول كلام مش صح. القوي مش اللي ما يغضبش، القوي اللي يعرف يهدى قبل ما يرد. انا اتعصبت شوية، معلش يا جماعة. ولا يهمك، احنا كنا بنهزر. يلا كمل اللعب. لحد النهارده لو حسيت إنك هتغضب استنى 3 ثواني قبل ما ترد. خد نفس، فكر، وبعدين اتكلم.